محمد طاري المشهد ككل وخصوص الواقعه اللي شهدتها اليوم البلديه ديال محاوله فرض العاطفه من طرف الجهات المعنيه. ككلمه في الموضوع الجمعيه الوطنيه للمحافظه متبعه هذا الملف من البدايه ديالو، ونهار اللي امتلكوا هاد الناس هادو من الجمعيه، والجمعيه متابعه هذا الملف هذا بتدقيق، وكنعرف فيه الصغيره والكبيره. احنا جوج ديال النقط رئيسيين اللي احنا كجمعيه كنشوفوها من الناحيه القانونيه، وهو ان هذا الرجل ما عنده حتى شي حاجه شاركه مع الناس هادو. هذا الرجل عنده واحد الملكيه، واحد الملك ديالو مستقل، عنده مخرج ديالو، عنده كذا ديالو، ما كيضغطوا مع هاد الناس حتى شي حاجه. اذا ما قانونيا ما كيفرض عليهم حتى شي حاجه. هذه الاوليه، ماشي لا دروج لا سطاح لا تيمينيات لا كذا لا كذا. اذا ما عندوش الحق يعمل لهم تيمينيات في الحيط ديالو، يعني ما كيشارك معهم حتى شي حاجه، ما عندوش شي حاجه كيشاركها معهم. النقطه الاوليه. النقطه الثانيه، هذا السيد هذا عمل واحد المصنع تما بلا موافقه هاد السكان هاد العماره، وهذا هو بيت القصيد. اذا ما اسس على باطل فهو باطل، يعني رخصه اللي تعطت له على اساس باطل. لكن دابا القضيه ديال الهجوم اليوم هذا هو بيت القصيد. حنا كنعتقدوا هذا القايد هذا قايد ما بقاش قايد، هذا اصبح رئيس عصابه، كنسميوه رئيس عصابه. وغادي نقول اجراميه. علاش غنقول اجراميه؟ لان هذا القايد هذا جا معاه ناس، مع الموس الصفاري، وهجم على الناس. وهذا هو بيت القصيد. لو كانوا هاد الناس ماشي بعقلهم ويشوفوا هاد العصابه بالموس هاجم عليهم، كانوا يكونوا رد الفعل، يكونوا روح كطيح عليهم، يكون الدماء. هذا القايد ما كيتصرفش كقايد كمسؤول، هذا كيتصرف كرئيس عصابه اجراميه، كنحملوا المسؤوليه بالنتائج المستقبليه في السلوكات ديالو. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اذا كان هو كيعتقد هذا القايد هذا كيدافع على صاحب الجلاله، وخصو صاحب الجلاله يقول وما يشوفش الناس وما كذا شيء ويشوف كل شيء مزيان، انا كنقول هذا القايد مشي زول الاتاوات وزول الجزيه والاخراج اللي مفروضه على الناس صوت غصال كبيره. هذه النقطه الاولى. ثم البناء العشوائي اللي هدم المدينه واللي جلاله الملك خطب عليه، ومع ذلك البناء العشوائي في الاوج ديالو. هذا القياد النوع بحال هذا خصو يعيشوا ويطبقوا التعليمات ديال جلاله الملك اذا كانوا بصح كيخدموا جلاله الملك. هاد الناس ما كيخدموش جلاله الملك، هاد الناس كيخدموا اجنده خاصه بالجيوب ديالهم، وهنا كيجيو يظهروا القوه ديالهم وكذا ديالهم مع الضعفاء اللي شهروا ما قالش اننا سايبين مسيبين كيعانيوا مع ولادهم وكيعانيوا مع الاطفال ديالهم. عوض تجي وتعامل معهم معامله انسانيه. والبارح كتسمع الخطاب ديال الملك القائد، وانا شفت تما قالت شنو كان كيقول الملك؟ كان كيقول تعاملوا مع المواطنين باحسان. المواطنين كاين فئه المواطنين مسحوقه في هذه البلاد، وانتم اللي خصكم تراعيوها وتحملوا المسؤوليه ديالكم في التطبيق ديال بما يسمى الارشادات ديال الملك. انتم لا، الارشادات ديال الجيوب ديالكم من الجيش والاتاوات من غصات كبيره، من التجاره العشوائيه، وثم البناء العشوائي اللي طالع في هذه المدينه كيكون مدينه ماكله. ما وقعش البناء العشوائي، وعندنا ملفات وحنا غادي نحملوا المسؤولين اللي غيتحملوا فيها، وغادي نجبدوا هذه الملفات. هذا هو اللي خصنا هذه القيادات وامثالو يمشيو يشوفوا، ما يجيوش ناس شهر وهي كتكبر وتزيد تكمل عليها. هذو رعايا اللي كتكون انت كتكون جلاله الملك، وهذو رعايا جلاله الملك. في طريق سؤال اخر من فضلك، يعني كنفتقدوا على ان رئاسه الجماعه الحضريه الاخوان مؤخرا امدت انها توقف واحد المشروع مشابه من المشروع اللي كيحتاجوا عليه هاد الساكنه. وحين كنشوفوا الحاله ديال الاخوان والاخوات اللي الاعتصام ديالهم يعني قرب يكمل شهر، كنجربوا بان الرئاسه ما اتخذتش شي اجراء مماثل ريثما ان القضاء يبت في هذه المساله. وشنو التطبيق ديالك في هذا المشروع؟ باش نقولوا في هذا الباب هذا بالنسبه لنا كجمعيه وطنيه لمحاربه الفساد، هذه بؤره الفساد. هذه الجماعه هي بؤره الفساد. ها بالمنطق ديالنا حنا كيف كنشوفوا هاد الناس هادو. هذاك الراجل اللي عنده الفرن ولا عنده المصنع تحت هاد الناس هادو، هذا كيمول الحمله ديال الاخوان
هذو كيمول الحمله ديال الاخوان وما يمكنش يسحبوا له رخصه. هذه نقطه. واخا تجيب لهم اللي جابت لهم، لانهم دابا في المعمعه في الجمعه كيبيعوا يشريوا في السمسره ديال الانتخابات. اذا هما لابد كيلعبوا على الاوراق ديال الاصوات وديال الدعم المالي. هذه نقطه. النقطه الثانيه هذيك اللي كنقولوا حنا الرخص اللي كتعطى هنايا في البلد عرفتوا تكبوا هذا الفساد كتعطى، حين كنجيبوا القناطر وكنجيبوا عصابات ديال اخواننا في الله كتعطى الرخصه في 24 ساعه كما تعطات هذا تعطى رخصه في نهار واحد تعطى هذا. شوفوا الملفات وكنطلب العداله. انا بحال هذه الملفات وشوف هذا الاستثناء تقول غادي يعدلنا مصنع ديال النازا غادي يطلع لنا القمر ومحصور غادي يعطيوها الرخصه في 24 ساعه. هذه معمل بحال معامل المنطقه الصناعيه من المعمل ديالها. سمعنا مستكين على ان هناك رخصه ديال ما يسمى بالادماج ديال واحد المخبزه ديالو مجاوره. سمعنا مستكين على ان تقريبا 3 العمارات الجدران ديالهم اللي تهدمت باش هو دمج مخبزه قديمه في مخبزته الحاليه. انا كنعتقد هذا السيد هذا من الناس بما يسمى اللي ضربوا في افغانستان. كنعتقد يمكن يكون مازال سيتزكى في افغانستان، لان في افغانستان كيحفروا الغيران وكيدخلوا من باب وكيخرجوا من حومه وكيخرجوا من حومه. انا كنعتقد لان السلوك اللي عملوا هذا غير محظور. اللي عاملين في غزه النفق اللي كاين في غزه محفور من هذه الجهه وخارج من جهه اخرى. هذا هو اللي عامل تما، ما كاينش ولا رخصه ولا كذا ولا كذا. نتحدى انا اذا كان عنده هو خرج من شارع الطوريس محمد الطوريس الى حتى صلوا الزرقاء، انا نتحدى اذا عنده هو رخصه ديك العمل كامل ما عندوش نهائيا. يعني الاشغال كانت عشوائيه وجات الرخصه البلديه والبلديه مسيره لان هذا كيتسمى عنصر العناصر ديالها. وشكرا. لهذا كنطلبوا حنا كنطلبوا سلطات لان كاين سلطات هنا تصرفت واحد التصرف ايجابي مشكور كسلطه ديال الولايه ديال الان وكالولايه الباشا صرفوا تصرف ايجابي. كانوا احترموا الناس وكانوا هما بدون كيستنكوا سلوكات القايد دابا حين كنتصلوا بهم راه كيستنكوا سلوكات ديال القايد. لان حنا كنحترموا الموقف ديالهم الايجابي اللي تعاملوا به مع الناس، كيستناو العداله تقول الكلمه ديالها في حق هاد الناس هادو وتنصفوا مرات. ما يمكن الوصف ديالو بالتهجم اللي قام به السيد القايد هذه الاشياء نقدروا نقولوا على انه لا عادي. هذا تهجم انا كنسميه كيقولوا اسبانيولا سلباخي. هذا تهجم سلباخي حيواني.